تمام. نستغلين معاك معلش. حد ورا حاجة؟ الشاي يا شيخ محمد. لا بارك الله. شوية شاي وشوية كمان. لا احلى منك تاني يا عمي. الله يرضى عنك وسلم. لا توقف مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله، صلاة نسأل الله عز وجل بأسرارها وبأنوارها أن يجعلنا جميعا من عتقاء شهر رمضان، وأن يعيننا على إتمام صيام نهاره وعلى إتمام قيام ليله، وأن يجعل كل أعمالنا الصالحة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا ربي سبحانك إن شئت جعلت الصعب سهلا. رضي الله عن مولانا فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز، ورضي الله عن مولانا فضيلة الشيخ عبد الجواد، ورضي الله عن مولانا فضيلة الشيخ عبد العظيم، ورضي الله عن مشايخنا جميعا، ويرحم الله آباءنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها، ويرى باطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فكل هذه الخصال التي في هذا الحديث إنما دربنا ولا زلنا نتدرب عليها في شهر رمضان. إلانة الكلام وإطعام الطعام ومتابعة الصيام والصلاة بالليل والناس نيام. إن في الجنة لغرفا. يا سعده ويا هناه ويا فرحته ويا بهجته من يمن الله سبحانه وتعالى عليه ويجعله من أهل الجنة. سلوا الله عز وجل الجنة في ليلكم ونهاركم، فلا خير في خير بعده النار مهما سعد الإنسان في الدنيا.
ومهما ابتهج في الدنيا ومهما أكل من لذيذ الطعام ومهما احتسى من طيب الشراب فلا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة. مهما لاقى الإنسان في دنياه لو أكرمه الله عز وجل وغمس في الجنة غمسة واحدة ثم أخرج وسئل هل رأيت بؤسا قط؟ يقول والله ما رأيت بؤسا قط، أو كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا فاعمل لدار غدا رضوان خازنها. والجار أحمد عليه الصلاة والسلام والرحمن ناشيها قصورها ذهب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. فإذا سألت الله عز وجل لنفسك فاسأل الجنة، وإذا سألت الله عز وجل لأولادك فاسأله الجنة، وإذا سألت الله عز وجل لجيرانك لأحبابك لأقاربك فاسأل الله عز وجل لك وله الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل موسى عليه السلام ربه. نركز في هذا الحديث الماتع الذي يبشر كل واحد منا، وكل واحد منا بعد أن يستمع هذا الحديث ينام مستريحا مطمئنا، لأن الطمأنينة تورث حسن العمل. الطمأنينة عند المؤمن تورث حسن العمل. سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلا، أقل واحد يدخل الجنة، أدنى نصيب في الجنة لمخلوق من خلق الله عز وجل. ظننا بالله عز وجل أنه لا يوجد واحد منا من أدنى أهل الجنة منزلا، وإنما أعلى من ذلك. ما أدنى أهل الجنة منزلا؟ قال الله عز وجل لسيدنا موسى أدنى أهل الجنة منزلا رجل يخرج من النار بعد أن أدخل أهل الجنة الجنة، آخر واحد يخرج من النار، فيقول الله عز وجل له عبدي اذهب فادخل الجنة. فيقول كيف يا ربي وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم؟ كيف وقد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم أو أخذاتهم؟ يعني كل واحد دخل الجنة وأخذ نصيبه، ماذا تبقى لي في الجنة؟ له عذر يتعامل بمنطوق الدنيا كما نحن الآن نتعامل بمنطوق الدنيا. كثير منا في هذه الأيام يقول كيف أرزق؟
ماذا يصنع أولادي من بعدي؟ لماذا تقول هذا والقرآن يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ أنت تأخذ من خزائن الله. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في كتاب اسمه كيمياء اليقين لسيدي العارف بالله الشيخ صالح الجعفري. كيمياء اليقين فيه قصص في التوكل على الله سبحانه وتعالى وفي الثقة في الله سبحانه وتعالى. لاحظ أحد العارفين أن عصفورا ينزل البحر يأخذ شيئا بمنقاره ثم يصعد أعلى نخلة ثم يعيد الكرة مرة ومرتين وثلاثة. فالرجل العارف قال والله لأصعدن النخلة حتى أعرف سر الله فيها، لأن العارفين رحلتهم هي البحث عن أسرار الله في الكون، البحث عن أسرار الله في الكون. فلما صعد النخلة وجد عصفورا وجد غرابا أعمى. العصفور سخره الله عز وجل لخدمة الغراب الأعمى وإيصال الرزق إليه. فبكى الرجل العارف وقال إن الله عز وجل الذي سخر عصفورا ليخدم غرابا أعمى لا ينسى جائعا ولا عطشانا. أدنى أهل الجنة منزلا. كيف يا رب وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم وأخذوا نصيبهم؟ فقال له عبدي أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا في الجنة؟ يقول لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا في الجنة. شوفوا الرد الجميل، شوفوا الرد الراقي، شوفوا الرد اللذيذ، شوفوا الفرحة. رضيت ربي، نتيجة الرضا. الرضا مفتاح كل السعادات. ولذلك قالوا 5 أشياء لو وطن الإنسان نفسه عليها لكان من السعداء في الدنيا والآخرة. 5 أشياء: التنزه عن الأقدار، والتأسي بالنبي المختار، ومصاحبة الأخيار، ومجانبة الأشرار، والسكون والرضا تحت مجريات الأقدار. 5 أمور السعادة كلها في هذه ال5: التنزه عن الأقدار، حسية، معنوية، عقلية، نفسية، قلبية، روحية. وثيابك فطهر والرجز فهجر.
تنزه عنه. مجلس نميمة، مجلس قاذورات، تنزه عنه. مجلس غش وخداع وتدليس وخيانة، مجلس قاذورات، تنزه عنه. التنزه عن القاذورات أو التنزه عن الأقدار، يعني التعالي والترفع والتنزه والتسامي والتأسي بالنبي المختار. كن صورة من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومصاحبة ومساكنة ومجالسة ومشاركة ومجاورة الأبرار الأخيار، والمقابلة ومجانبة ومجافاة ومهاجرة الأشرار، إلا في الضرورات تبيح المحظورات. في غير الضرورة لا تجالس شريرا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حياته سبهلله، حياته بطلان في بطلان. اجتنبه، لا تصاحبه، لا تجالسه إلا لضروريات الحياة. المعرفة فقط، الضرورات تبيح المحظورات، لكن استثمر وقتك مع الأخيار من الناس. إن نظرت إليهم نفعوك، وإن شاركتهم نفعوك، وإن جاورتهم نفعوك. رقم 5: والسكون والرضا والصبر تحت مجريات الأقدار. ولذلك قال اسكن، اصبر، اسكن تحت مجريات الأقدار ولا تئن. اوعى تئن، لأن كله من عند الله. اصبر تحت مجريات الأقدار ولا تئن، فإن لله جنات تحن، فإن لله جنات تشتاق للصابرين وتحن. اصبر تحت مجريات الأقدار ولا تئن. إياك أن تئن، إياك أن تتضجر. فإن لله جنات تشتاق للصابرين للراضين للساكنين للمستسلمين وتئن. إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. لمن هي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أدان الكلام وهدوا إلى الطيب من القول. شهر كامل تدريب على إلانة الكلام. اللهم إني صمت، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. تدريب على الكلمة الطيبة، على الكلمة الرقيقة، على الكلمة النافعة. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي
الكلام الطيب، الكلام النظيف، الكلام المسر، الكلام السار، الكلام النافع، إلانة الكلام. وإطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. النتيجة فوقاهم الله سيئات ما مكروا. جزاء من ربنا سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ألم أقل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مش عينك بس، عينك ودانك كمان. بس هو جاب العينين لكن كلك. الله أكبر. ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا الصيام. تابعوا الصيام. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وصلى بالليل والناس نيام. كان أحد الكبراء العظماء مات ودفن، فواحد من أحبابه تمنى أن يراه ويطمئن عليه، فرآه في رؤيا منامية فخاطبه بلقبه في الدنيا زي الألقاب بتاعتنا، يا باشمهندس، يا أستاذ، ناداه بلقبه. فرد عليه في الرؤيا قال له لقد ضاعت هذه الألقاب وتاهت هذه العبارات ولم ينفعنا تحت التراب إلا ركيعات صليناها بالليل والناس نيام. قبل لا في باشمهندس ولا في بيه ولا أي حاجة خالص. اللي نفعنا هناك إيه؟ الذي نفعنا هناك ركيعات صليناها لله رب العالمين والناس نيام. فلا ينفعك هناك إلا العمل الصالح. السيدة نفيسة رضي الله عنها وعنها توفي الإمام الشافعي، والإمام الشافعي كانت له مكانة عظيمة في العلم في مصر بعد أن أتى من العراق. السيدة نفيسة كانت تعزه وتحترمه لعلمه، فلما مات أرادت أن تطمئن عليه. الحي يطمئن على الميت من خلال الرؤيا. اللي يموت لي أب، يموت لي أخ، يموت لي ابن، يموت لي زوجة، يموت لي زوج، فكل واحد يقول لك يا رب يكفيني كده بس واشوفه في رؤيا في النوم اطمئن عليه. الله يكرمك يا سيدي. تيجي في رؤيا وتشوفه في رؤيا، تسأله ماذا صنع الله بك يا شافعي؟ ربنا عمل معك ايه؟ شوف الكلام الغالي. في اليقظة يعني يعلمون، في الحياة يعلمون،
وفي الموت يعلمه رضي الله عنه ورضي الله عن مولانا الكبير فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز. بيعلموا هم أحياء ويعلموا هم أموات، يربوا هم أحياء ويربوا هم أموات. حاسبونا فدققوا، قال لهم حاسبونا فدققوا، منتهى الدقة. طب وبعدين ثم منوا علينا فأعتقوا. الله الله، حاسبونا فدققوا، عرفنا كل صغيرة وكبيرة حتى أيقنا أنه لا نجاة. حاسبونا فدققوا. الإمام الشافعي الذي يقول ألا كل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب. يا ولد شو الثاني؟ أسأت على الله في صنعه لأنك لن ترضى لي ما وهبت، فكان جزاؤك أن زادني وسد عليك أبواب الطلب. ده الإمام الشافعي. حاسبونا فدققوا، وهو برضه اللقب. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. حاسبونا فدققوا ثم منوا علينا فأعتقوا. بس البيت كده. وبشرونا بأنه من مات على حب المصطفى ليس بالنار يحرق. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف سيدنا رسول الله. نعم يا سيدي، نعم. الله والله العظيم ما تمشي مني انا لا ازعل. التنزه عن الأقدار، والتاني والتأسي بالنبي المختار، ومصاحبة الأخيار، ومجانبة الأشرار، والسكون والصبر والرضا تحت مجريات الأقدار. امرأة في الصحراء في خيمتها، تأتي ريح عاصف. شوف السكون والصبر والاستسلام والطمأنينة تحت مجريات الأقدار. تأتي ريح عاصفة تقلع الخيمة بما فيها. المرأة بعد أن تهدأ العاصفة تنظر حولها صحراء ليس فيها شيء، لا خيمة ولا متاع ولا أكل ولا شرب. نظرت إلى السماء وابتسمت، والسكون تحت مجريات الأقدار. نظرت وابتسمت وقالت يا رب. شوف الكلام العالي النفيس. قالت يا رب عبادتك طاعتك واجبة علي كما أمرتني. اللي حصل ده ماليش علاقة، ده خط وخط. الصلاة زي ما هي، والصيام زي ما هو، والرضا زي ما هو، والثقة فيك زي ما هي، ما حصلش حاجة خالص. طاعتك عبادتك واجبة علي كما أمرتني. شوفوا الضحكة الثانية كمان ضحكة أكثر من الأولى. ورزقي مضمون عليك
وكل من الخزائن المملوءة لا تنفى، ده ضيق رزقي ليك وخليه على خير. ورزقي مضمون عليك كما وعدتني، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. رزق مضمون. وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري، اطمأن قلبي. مين هياخذه؟ ده كل واحد ليه رزق. طب هياخده ازاي؟ خذ من مال الناس ما شئت فإن وارثك رده إليهم. انت تاخذ من قوتهم، ده هو ربنا يضحك عليك. خذ من مال الناس ايه؟ ما شئت فإن وارثك رده إليهم. الأب في البيت الحلة مليانة عنده لحمة، يروح مد ده نايب وده نايب وده نايب، يجي واحد كده طمع شويه ياخد نايب ولد. طب الحله موجوده هيديه وانت لسه ليك نصيب في الحله، ده يخلص لله. هي الحله ما خلصتش، ما كل وجبه الاب هيوزع. التوزيعه الجايه تعاد كل يوم من صعب، كل يوم ترجع للصعب. اللي خدته بعيده بس بشكل تاني في واحد تاني. خذ من مال الناس ما شئت فإن وارثك رده إليهم. وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يا سعادة الليلة اللي تقول لك فيها الصلاة ركعتين، والليل من فضل الله يبدأ من المغرب لغاية طلوع الفجر. تصلي العشاء وقبل ما تصلي الشفع والوتر صلي لك ركعتين قيام الليل. صليت الشفع والوتر وعنا الغفر شويه وقمت صلي لك ركعتين لله. تبدا بالركعتين لغايه 8 ركعات لغايه 12 ركعه. وصلى بالليل والناس نيام. رحمه الله على سيدنا الكبير، ورحمه الله على ابنائه الكرام، وربنا يجعل الخير فيه الى يوم القيامه. ذريه بعضها من بعض. ما القران جالس ايه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وفي قراءة ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما نقصوش صمت. صاحب هذا المقام رحمة الله عليه سمعناها بيقول لنا كثيرا من السطور. سمعناها من سيدنا بيقول ايه؟ بيقول كان في واحد من الصالحين صاحب سيدنا الشيخ محمد يرحم الله جدك ويرحم الله اباك ويرحم الله عمك. فصاحبنا كل اللي بيصلي وجاء في ليله حصلت له ظروف ظروف ما خلتوش جرم ليلة بالليالي لحكمة ولسر يعلم الله. يمكن علشان نسمع الكلام ده يا سيدي. ما هو واحد اتمنع عشان ده نفع خاص بيه هو، عشان الدفع. ما هو لو ما نمشي الليلة دي ما كناش هنعرف الكلام. نام وبعد كده استيقظ من النوم لا حول ولا قوة إلا بالله. الليلة ضاعت. قام على صلاة الفجر ما لحقش يصلي ركعتين في الليل ولا حاجة. المهم قاعد قلقان مش مستريح، عاوز يشوف الليلة دي وضعها ايه، مطمئن على الليلة دي ايه اللي حصل فيها. المهم نام في ليلة وشاف رؤيا ان نساء جميلات حسنوات يرتدين أحسن الثياب ويرتدين أحسن الزينة واقفين، وجنبهم واحدة واقفة على جنب زي اليتيمة وكبيرة في السن وشطاء وزرقاء وذات أعكان زي ما بيقول سيدنا الشيخ
منظر غريب يخلي حد يسأل. فعم يقول للحسنوات الجميلات أنتن من؟ أنا دورت ورا سيدنا الشيخ قلت شوف سيدنا جنة أقعد أدور على جوجل بتاعنا النتيجة ما جاتش. وربطني الأقدار إن أنا أقرأ تفسير قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. في روح البيان لأبي الفداء أو في روح المعاني للأنوسة. وألاقي الكلام ده موجود يا سيدي. والله عليك يا سيدنا الشيخ. ده شغل القلوب ده. أنتن من؟ ردوا علينا نحن الليالي اللواتي كنت تسهرنا جنح الظلام بلوعات وزفرات. اهو احنا الليالي اللي كنت تسهرنا جنح الليالي بلوعات وزفرات. شوفوا جميلات وحسنوات لا بس دول عاوزين وعليهن زينات. نحن الليالي اللواتي كنت تسهرنا. فتح الله سيدنا الشيخ محمد عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه بيقول عن جده سيدنا حافظ. سيدنا طول عمره حافظ. هو اللي جاب والله هو اللي جاب يا اخويا. مش قلت لك عم يربي ويعلم واحياء واموات. والله حصل. سيدنا حافظ وطول عمره حافظ. ويقول عن سيدنا الشيخ احمد الربي بيقول على تلميذ سيدنا نحن الليالي اللواتي كنت تسهرنا. نحن الليالي اللواتي كنت تسهرنا. آسف يا سيدنا. نحن الليالي اللواتي كنت تسهرنا جنح الظلام بلوعات وزفرات. طب وانت من؟ الكربوبة العجوزة. ايه اللي عمل فيكي كده؟ ايه اللي خلاكي شنطاء زرقاء سوداء ذات احكام؟ قالت اطلب من الله وارددني الى حالي. سيدة حالك وسيدة مرارك. اطلب من الله وارددني الى حالي فانت الذي قبحتني من بين اشكالي. انت اللي جبت لي المرار وانت اللي جبت لي السواد وانت اللي كبرتني وعجزتني وامرضتني. ليه لوحدك. نسال الله عز وجل الذي عملنا واعمالكم وان يقضي عنا وعنكم دين الدنيا ودين الاخره. اللهم برحمتك الواسعه وعمرنا واكفنا شر ما اهمنا وما اضمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه جمعا توفنا وانت راض عنا يا رب العالمين. فاغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاخواننا في الله تعالى احياء وامواتا ولكافه المسلمين اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد القيامة